موجة كوميدي، قناه الزمالك، قناه الضحك المصريه، سايبين ازمات الفلوس اللي عليهم وقف القيد وفرحانين بنهائي الكونفدراليه، وجايبين هشام يكن يقول لك انا اسهل مهاجم لعبت عليه كان هو الخطيب، كابتن محمود الخطيب. اسمع كده. طب العكس، مين اسهل مهاجم لعبت ضده؟ يعني كابتن محمود الخطيب كان في المراحل الاخرانيه انا ظهرت، يعني هو كان انت لسه طالع وهو كان خلاص بيفنش. هو يعني سنتين كمان والكلام من ده، فطبعا يعني كابتن محمود كان بيخاف على رجله كتير قوي. اسهل مهاجم اللي انت بتقول عليه ده اول لاعب مصري يحصل على الكره الذهبيه سنه 83. اسهل مهاجم اللي انت بتقول عليه ده مسجل 159 هدف في مختلف البطولات المحليه والقاريه، بينما انت الاسطوره الوهميه اللي انت طالع بيه السما بتقول لك دي اسطوره نادينا اللي هو شيكابالا مسجل 70 هدف بس. مين فيكم فاكر اللقطه الشهيره اللي كانت بين علاء ميهوب وهشام يكن لما هشام يكن دخل برجله في بطن علاء ميهوب والمعلق ساعتها قال لك ايه؟ علاء ميهوب دخل ببطنه كان هيكسر رجل هشام يكن. ده ضحك. بص على اللقطه دي كده في نص الملعب وهشام يكن داخل، يا ساتر يا علاء يا ميهوب، ده دخل ببطنه يا جماعه في رجل هشام يكن كان هيكسرها. قام هشام يكن، يا ساتر نخاف على بعض يا علاء يا ميهوب، ده احنا لسه بنقول يا جماعه ماتش ما فيهوش تدخلات عنيفه، دخل علاء ميهوب ببطنه قويه جدا في رجل كابتن هشام.